من أجمل النعم اللي رب العالمين من علي فيها إنه ما عندي طبع الفضول لتتبع أخبار حدا أو مراقبة حدا. أعطاني هيك الاكتفاء الذاتي. أنا مهووسة بتفاصيل حياتهم ولا أسرارهم ولا أخبارهم ولا الجديد عنهم ولا شو ممكن يعملوا أو شو عم بفكروا يعملوا، ولا بيهمني القيل والقال، ولا بيهمني أعرف أخبار جديدة عن حدا أبداً. نعمة من ربنا يكون أكبر همومك بالحياة كيف بدك ترقي نفسك، تدرسي أولادك، تأمني بيتك، تطبخي أكلتك، تشربي فنجان القهوة مع نفسك، تعرفي الغلط والصح، تدرسي علاقتك مع ربك، ديري بالك من لسانك. نحن النساء بأكتر الجلسات نغلط بحق نفسنا قبل ما نغلط بحق الشخص اللي عم نحكي عليه، لأنه نحن ضرينا نفسنا، نحن جبنا لنفسنا إثم، نحن أخذنا من سيئات هالشخص. هو غلط لكن ذنبه على جنبه، في رب يحاسبه. لما تدعي الخلق للخالق، دعا الخلق للخالق. أنا تركتها منا لرب، رب اللي خلقها هو أولى فيها. بينما نحن النسوان بلا 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 بكل جمعة بلا بلا، من الفراغ نحن لازم نعبي وقتنا. فلما نحن نجتمع بقعدة ونقعد نرغي على هي وهي أو يرغوا عليكي أنتي، لا تزعلي، لك أنتي عم تجيبي حسنات لنفسك وأنتي قاعدة. خلي دافع معنوي إلك لتركزي بحياتك.